5 امبارح. يعني فكري دي. هو ده. ان شاء الله النهارده هنشتغل شابتر 3 اللي هو الضغط على الدوائر. تمام؟ احنا هنتعرف كل شابتر احنا بنستخدم في الاول القانونين وبنشتغل عليهم ايه؟ المسائل. فالمسائل يعني كثرتها افكار مش كثره قوانين. ماشي؟ كل شابتر عندنا عباره عن قانون واحد وبنشتغل عليه. خلاص؟ مبدئيا انا لو عندي بوابه والبوابه دي تحت سطح الميه. تمام؟ لو البوابه دي فيها ميه وتحتها ميه ما تفرقش معايا حاجه، ده جسم مغمور. قوه الضغط من فوق بتساوي قوه الضغط منين؟ من تحت. يبقى احنا مش كلامنا على الاجسام المغموره، الاجسام المغموره ده الشابتر الجاي. تمام؟ احنا دلوقتي بنتكلم على جسم الميه عليه من ناحيه واحده. منين؟ من ناحيه واحده، يعني عليه ضغط ميه منين؟ من ناحيه واحده. يعني البوابه دي المفروض ان فيها ميه وتحتها هواء. اقدر بعد كده اقول لك الايه؟ الضغط بتاعها. تمام؟ لكن ميه البوابه فيها ميه وتحتها ميه وهي سمكها مثلا 1 سم، هل ال 1 سم ده هيفرق فرق ضغط فوق عن تحت؟ مش هيفرق كتير، هو بيفرق بس مش ايه؟ مش القيمه اللي احنا بنعتبرها معانا يعني. بس هي لو بوابه حديد المفروض انها تغوص او يعني انا بقول لك بوابه حديد عباره عن ايه؟ خزان. خلينا مثلا لك صح. خزان الحنجوري ماشي وتحته باب. حنجور بس حنجور ايه؟ تحت ماشي. حنجور حد يلا. الله يديك الصحه عليك طبعا. خزان عادي تانك مرفوع وتحته طبه او بوابه من تحت لو حبيت افضي الميه بفتحها. البوابه دي وضعها عامل ازاي؟ فوقيها ميه اللي هي تقل الخزان وتحتها ايه؟ هواء. هي دي الفكره اللي انا بقول لك عليها. خلاص؟ خزان وجنبه بوابه فين؟ باب في الجنب. فالميه جايه منين؟ من ناحيه والناحيه الثانيه ايه؟ فاضيه. او البوابه جايه ميته. او بوابه جايه بايه؟ بكيرف، شكلها كيرف. دي كلها اشكال ايه؟ بوابات. الميه جايه من الناحيه دي او الميه جايه من الناحيه دي، كلها حاجات هندرسها بعد ايه؟ بعد شويه. خلاص كده هنقول ماشي. فبنقول يا باشمهندسين لو انا قلت ان سطح يبعد عن سطح الميه مسافه اتش، السطح دوت عليه ضغط، الضغط بيساوي جاما اتش. هنا دلوقتي عندنا ايه؟ بي الاف بتساوي جاما الاتش فين؟ في ال. ده القانون الاولاني. خلاص كده؟ الاف بتساوي جاما الاتش فين؟ في ال. دوت لو سطح افقي ماشي فكل الاتش واحده. يعني ايه؟ يعني الميه تبعد عن كل نقاطه نفس المسافه اتش فهي اتش واحده. خلاص كده؟ طب ماشي يا باشمهندس. هاجي اتكلم عن سطح ايه؟ رأسي. السطح الرأسي كنا احنا في الاول كده بقول لك لو انا عندي سطح عامل كده وعليه ضغط ميه هيبقى عامل ازاي يا باشمهندس؟ مثلث صفر فوق وايه؟ تمام كده يا باشمهندس؟ طب ماشي. المثلث ده يا باشمهندس تحت جاما في اتش. تمام؟ وفوق صفر وارتفاعه اتش. لو انا حبيت ارجعه كقوه اف. تمام؟ الاف هتساوي ايه؟ نصف اتش في جاما اتش. نص الجاما في الاتش فين؟ في الاتش. خلاص كده؟ يعني بتساوي طبعا لو عرضه بي بمين؟ في بي اللي هي الايه؟ المساحه كلها. انا بركز قوه مش على وحده الطول. خلاص كده؟ طب ماشي. مش الاتش في البي دي مش الاتش في البي دي هي الاريا؟ الاتش بتاعت المثلث في البي هي الاريا. يبقى دلوقتي بتساوي جاما في نص في اتش على الاثنين في الاريا. انا هنا قلت اتش على الاثنين. اولا السطح نفسه البوابه دي مستطيله ولا مثلثه؟ مستطيله اتش في بي. خلاص؟ لما جيت اخد الاتش اللي انا هضربه في الاريا بيساوي نص الاتش الكلي بتاع الايه؟ البوابه. دوت يعبر عن ايه يا باشمهندس؟ عن الاتش سي جي. يعني ايه اتش سي جي؟ يعني انت خدت استراكشر قبل كده مركز المساحه هو ده النقطه اللي ايه؟ اللي اخد عندها الاتش المتوسط للايه؟ للمساحه كلها. تمام كده يا باشمهندس؟ يعني بمعنى ايه؟ ماليش دعوه بقى باللي فوق. ماليش دعوه بايه؟ ببوابه جايه من على سطح الميه. دي بوابه راسيه وتبعد مسافه ايه؟ من سطح الميه ايا ما تكون المسافه. اروح جاي واخد هنا حاجه اسمها اتش سي جي، يعني عمق الميه لحد مركز المساحه. ماليش دعوه بشكل القوه على المساحه، انا ليا مركز الايه؟
المساحه خلاص، واقول ان الاف بتساوي جاما الاتش سي جي في ال. يبقى نفس القانون ده وشلت الاتش وحطيت الاتش سي جي، او ممكن نقول في القانونين اتش سي جي. ليه؟ لان اتش سي جي في الافقي هي نفسها الاتش سي جي فين؟ في الراس. ليه؟ لان كل المستوى كله فين؟ مستوى افقي واحد، يعني نقطه السي جي تقع مع كل نقاط الايه؟ البوابه فين؟ في نقطه واحده. خلاص كده؟ طب ماشي. يبقى انا كده يا باشمهندس جبت قيمه القوه على البوابه الراسيه وعلى البوابه الافقيه اللي هي جاما في اتش سي جي فين؟ في ال. خلاص كده؟ طب يا باشمهندس البوابه ديت لو طلعت معايا بوابه ميته، شغلنا يا باشمهندس في البوابات او في الضغوط عامه بيكون على ايه؟ بيكون على الابعاد الراسيه. ماشي كده يا باشمهندس؟ لان الضغط عندي ضغط ايه؟ ضغط عمودي على السطح، بس ارتفاع الميه فوق النقطه يحسب منين؟ مسافه رأسي ولا مايل؟ رأسي. خلاص؟ يبقى اذا لو البوابه برضه مايله، لو البوابه ايه؟ مايله، هيبقى المسافه بتاعتي ايه؟ اتش سي جي الرأسيه لحد السنتر بتاع البوابه. يعني يا باشمهندس خلينا نغير شكل البوابه. لو البوابه ديت مستطيله مركزها يبقى فين؟ في النص. طب لو البوابه دي مثلثه شكلها مثلث هتبقى فين؟ التلت والتلتين. يبقى الاتش سي جي بالنسبه لي هو مين؟ التلت والتلتين بالنسبه للبوابه الايه؟ المثلثه. طب الدايره هتلاقي ليها رقم. ماشي كده يا باشمهندس؟ يبقى كل حاجه في بوابه، كل بوابه بيبقى ليها مركز بتاع المساحه، هو ده المركز اللي بحسب لحد عنده الاتش، سواء كانت البوابه راسيه او كانت البوابه ايه؟ مايله او البوابه ايه؟ افقيه، ما تفرقش معايا اي حاجه. خلاص كده يا باشمهندس؟ طب ماشي. انا جيت بعد كده يا باشمهندس لقيت ان انا ممكن اعرض لبوابه ايه؟ لبوابه دائريه. البوابه الدائريه دي يا باشمهندس هل هتبقى قوتها زي القوه الثانيه؟ لا، البوابه الدائريه دي فيها نقطه انها شايله جزء من الميه فوقيها. شايله ايه؟ جزء من الميه فوقيها. يعني تعالى كده نقول ان انا عندي حيطه اهي، وفي هنا ايه؟ بوابه. الناس هنا شايفه حاجه؟ مفيش شايفين اي حاجه؟ ادي يا باشمهندس حيطه وفيها بوابه دائريه. عشان اعرفك يعني معنى ايه ان الميه من ناحيه واحده. دي الميه ورا هنا كده مفيش حاجه. خلاص كده يا باشمهندس؟ طب معنى ايه؟ ان انا عندي حيطه راسيه وفي بوابه بتفتح وفي حيطه ايه؟ افقيه. البوابه دي هي اللي بتتشاف وتدخل تركز ايه؟ تدخل الميه وايه؟ او تخرج الميه منين؟ من الجسم بتاعي ده. خلاص؟ البوابه دي يا باشمهندس لو جيت خدت كده سطح الجزء ده كده تمام؟ هتلاقي ايه يا باشمهندس؟ هتلاقي ان فوقيها دبليو اللي هو وزن الميه. صح كده يا باشمهندس؟ والافقي الاف. الافقي اللي هو الايه؟ الاف. الدبليو دوت بيساوي الاف فيرتيكال، والافقي اسمها اف هوريزونتال. تمام كده؟ الاف هوريزونتال عندي جاما اتش سي جي بالاريا. عادي زي اي بوابه. تمام كده؟ والرأسي عباره عن وزن الميه لحد السطح. بمعنى البوابه دي يا باشمهندس جزءها قد ايه؟ جزء صغير. يعني مثلا ايه؟ لو قلنا مثلا هنا المسافه دي 2 متر ودي 3 متر، اخد وزن الميه اللي جوه الثلاثه ولا اللي جوه الخمسه؟ اللي جوه الخمسه، الضغط كله الرأس. اما الاف هوريزونتال هتاثر على مين؟ على جزء الثلاثه بس. صح كده يا باشمهندس؟ طب الاريا دلوقتي اريا نص دايره ولا اريا مستطيله؟ ربع دايره. صح؟ لا، ركز بقى يا باشمهندس. انا لو قلت لك ادي البوابه تمام؟ وادي الكيرف اللي انت شايفه من الجنب. جميل كده الكتاب اهو. ادي دي البوابه بالظبط، يبقى ليها عرض
وانت شايفها من جنب ايه؟ كيرف. لما تيجي تقلبها كده هتشوفها دايره؟ هتشوفها ايه؟ مستطيل. يبقى اذا البوابه اللي انت شايفها كده دايره هي في الاخر بالنسبه لعرض المنشأ حاجه مستطيله. عامله زي ايه يا باشمهندس؟ انت عارف البرميل بتاع الميه؟ قص نصين وبص عليه من الجنب هتلاقي نص دايره. طب لما تبص عليه بقى من مطرح ما انت قطعت هتلاقي ايه؟ مستطيل. امتى البوابه تظهر دايره في السايت وفي الايه؟ وفي الاليفيشن او في يعني في الاتجاهين مع بعض. ايه اللي بيحصل يا باشمهندس؟ البوابه تظهر في الاتجاهين لو هي نص كوره. لو هي ايه؟ نص كوره او ربع كوره. ايه اللي حصل؟ انت شايف الكوره كده من الجنب ايه؟ دايره. طب لو قلبتها لك كده هتشوفها دايره. كده خلاص كده يا باشمهندس؟ يعني في حاله البوابات دي يا اما يقول لي سلندر، يا اما يقول لي كوره يعني ايه؟ سفير. هل انت شايف البوابه كده؟ دي نص كوره. فلما انت هتبص على المصفى بتاعها هتلاقي ايه؟ دايره. صح كده يا باشمهندس؟ خلاص يا عم. اي كلمه فكر فيها. لو هاف سلندر تبقى ايه؟ الاريا بتاعتها ايه؟ مستطيل. طب لو هاف سفير هاف كوره تمام تبقى الاريا بتاعتها ايه؟ دايره. طب لو قال لك كوار سفير ربع كوره. ربع ايه؟ كوره. هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده. ايه اللي حصل يا باشمهندس؟ ان الربع كوره ده انت شايفه من الجنب زي الشكل ده. تمام؟ بس من الناحيه الثانيه شايفه انت نص دايره. نص ايه؟ دايره. خلاص كده؟ اكنك جبت بطيخه وقطعتها 4 مرات. ماشي؟ هتشوفها ربع دايره من الجنب، اما من الوش بتاعك هتشوفها نص ايه؟ دايره. اللفظ ده بيفرق معايا، يعني نفس الرسمه دي ركز شوف هو هيقول لك ايه. هيقول لك هاف سفير ولا هاف سلندر. كده كويس يا باشمهندس؟ كده كل القوه بتاعتي انا دلوقتي جبت مين؟ اف فيرتيكال واف ايه؟ هوريزونتال. طب انا يا باشمهندس عايز اجيب الار. فين حنجول؟ عايز اجيب الار. الار تساوي جذر تربيع اف هوريزونتال تربيع اف فيرتيكال تربيع. تمام؟ طب لو عايز اجيب السيتا. السيتا يساوي كام؟ ماينس 1 اف ايه بقى؟ اف فيرتيكال على اف. الناس مركزه وحافظه وما شاء الله عليها. ماشي ما بكتبش عليها. ركز يا باشمهندس. يبقى انا دلوقتي لو عندي انا بلم لك الشابتر كله كده على بعض عشان نبقى عارفين ايه الدنيا ماشيه ازاي، احنا شغالين ازاي. خلاص؟ احنا عندنا دلوقتي لو الجهاز لو الشغل بتاعي سطح مايل او سطح عدل او سطح رأسي كله حاجه واحده. خلاص؟ كله ايه؟ حاجه واحده. جاما اتش سي جي فين؟ في الال. خلاص؟ ايا ما يكون بقى رأسي هيبقى الاتش سي جي لها قيمه، لو مايل الاس سي جي لها قيمه، لو السطح بتاعي افقي يبقى الاتش سي جي هي عمقه من سطح الميه كلها على بعضها كده. خلاص؟ اما في الدائري فانا عندي قوتين اف هوريزونتال واف فيرتيكال. اف هوريزونتال هي القامه في الاتش سي جي فين؟ في الاريا. الاتش سي جي حسب مسقط الجانبي للاريا بتاعته، وبيفرق لو هو سلندر او لو نص كوره او لو كوره. دي عايزه تخيل شويه. ماشي؟ دي الحاجه الوحيده. لكن الاف فيرتيكال الوزن هجيب مساحه ربع دايره تمام او نص او ربع كوره لو الشكل دوت ايه كوره، وتضيف عليه مساحه المستطيل وتضرب في العرض بتاعي كله على بعضه وتضرب فين؟ كثافه الميه. ماشي؟ لما بيديني حاجه بالشكل ده بيقول لي هات لي الريزيستنس وسورس او اللي هي الايه؟ القوه المحصله. خلاص كده؟ طب ماشي. يبقى انا دلوقتي جبت القوه المحصله جذر التربيع الايه؟ لمجموع مربع القوتين. اما عايز اجيب السيتا اللي هي زاويه ميل القوه المحصله على البوابه هتبقى ايه؟ تان ماينس 1 الاف فيرتيكال على الاف ايه؟ هوريزونتال. خلاص كده؟ طب يبقى دلوقتي ان انا راجل كمهندس
مطلوب مني ايه؟ ان انا اجيب القوه على البوابه، ان انا اصممها. صح كده يا باشمهندس؟ تصميم القوه ديت، البوابه ديت لو انت عندك قوه يقول لك البوابه دي تؤثر عليها قوه 5 طن. اول سؤال انت هتساله لي هتقول لي فين؟ فين القوه دي؟ يعني فين مكانها بالنسبه للبوابه؟ عشان اقدر احمل، لو احمل بوابه كاسين بالبيم احط القوه في النص ولا احطها فوق ولا احطها تحت؟ احطها فين؟ صح كده يا باشمهندس؟ ولا انت تسال؟ اللي انت عايزه يعني عايز نسال المشكلة ما بيكتبش يا باشمهندس. ده دول يعني ان شاء الله في زي العسل والله. بعدين كان ايامنا كانت الناس عايزه بس يا عم بص يعني نحط في مية ونرجعه. هو بس عشان خاطر يكون للعلم شويه تمام. هو انا طلب مني الطلبه ركز ماشي ان الطلبه تحل مسائل فين؟ السكشن. انا مش هحل. ما تقولش اي حاجه، اسمع مسائل ماشي. تحل ازاي فين؟ السكشن. خلاص؟ والدكاتره ان شاء الله يعرفوا علينا. خلاص؟ نشوف تحل مسائل فين؟ السكشن. خلاص؟ ماشي يا شباب. فعشان خاطر انا حمدت ربنا ان احنا عاملين معاك اضافه. خلاص؟ الجدول هيكون كالاتي، انا قلت لهم الكلام ده هيتنفذ من اول فين؟ من اول الاسبوع الجاي، على الاقل اكون مشيت بالناس شويه وحطيت جبت السبب. الاسبوع الجاي هيبقى الموضوع كالاتي، ان انا هنبقى في السكشن مثلا سكشن النهارده الاربعاء ماشي، نشرح قوانين الايه؟ البوابات مثلا، نشرح قوانين شرطريه البوابات مثلا والطاف. شفت القانون مثلا خد معانا نص ساعه، كل القوانين اللي احنا عايزينها حوالي ساعه او نص ساعه، مش نص ساعه بالظبط. فهشرح قوانين مثلا الطف والغمر اللي هم القانونين ماشي، واجي يوم الاحد واقول لك بقى تحل بقى، وكل واحد ماسك ورقه وقلم وعمال يحل وايه وبياخد. في ناس ما بتجيش لحد دلوقتي. نعم. في ناس ما بتجيش لحد. ليه يا حمدون؟ زي ده. انت اللي اتكلمت بقى خالص من الراجل بتاع العزيه. ازيك يا عمرو؟ عامل ايه يا باشا؟ هو ده اللي يكلمني بعد كده. انت كده ايه؟ اطلع عليه. بص هبوظ لك الفيديو. يعني معلش عشان بس ما تبقاش مشكله، لان انا لو حصل معانا مشكله هيبقى الكلام ده يتطبق معظم كل السكاكين. خلاص؟ الكلام ده يتطبق كل السكاكين، فاحنا على الاقل نطبقه. ركز يا باشمهندس. قلت لك دلوقتي انا عايز احصل على مكان القوه، مكان القوه المؤثره. نرجع تاني لحاله المثلث، ان انا عندي سطح ميه وسطح راسي عليه، وعايز اجيب القوه اللي هتاثر عليه. الاقي ايه؟ مثلث. القوه دي كلها ايه؟ عرفناها، والقيمه دي من فوق عباره عن اتش سي بي. يعني ايه؟ نقطة تأثير القوة محسوبة منين؟ من السطح، من سطح المية، مش من سطح البوابة. يعني شوف المية واصلة لحد فين وهات لي من أول الايه؟ السطح. القيمة دي عندي بتساوي 2 اتش على 3، صح كده يا باشمهندس؟ اللي هي عبارة عن ايه؟ اتش البوابة على 3. طب الاتش سي جي عندي بتساوي كام؟ اتش سي جي بتساوي اتش على 2، صح كده؟ تعالى بقى البوابه دي عرضها بي. البوابه عرضها ايه؟ بي. خلاص كده؟ بوابه عرضها بي. تعالى بقى كده يا باشمهندس نشوف قوه مكان القوه عن طريق بوابه ايه؟ راسيه عليها قوه مثلثه. نحسب بالقانون اللي هو قال لي عليه ونشوف هيطلع ايه عندنا فين؟ في الاخر. عندي الاتش سي بي هتساوي اتش سي جي اللي هي كام؟ اتش على 2 زائد الاي بتاعت ايه؟ بتاعت البوابه، صح كده يا باشمهندس؟ هي الاي اللي هي الانرشيا بتاعت قطاع مستطيل عرضه بي وارتفاعه اتش بتساوي ار بي اتش تربيع يبقى على 12 في الاتش سي جي اللي هي اتش على 2 في الاريا بي في الاتش. كده في مشكله يا باشمهندس؟ تعالى كده قول لي
ان ال 12 طرف مع مين؟ بقت 6 والبي مع البي والاتش مع التكعيب بقت اتش بس، صح كده يا باشمهندس؟ فبقت بتساوي اتش على الاثنين زائد اتش على الستة. تمام كده؟ بتوحيد المقامات على الستة يبقى 3 اتش زائد اتش بتساوي 4 اتش على الستة بتساوي 2 اتش على. أليس هذا كذلك؟ لا. لا ده مش اثبات. اصل الاثبات عليه تمام، بس انا ما اثبتوش، ده انا بس بطبق لك القاعده على حاله انت ايه تقدر تجيبها بنفسك عشان تزداد يقينا ان القاعده صحيحه. خلاص؟ طب افرض ان انا ما ازددتش يقينا ان القاعده صحيحه اطبقها برضه، ما فيش اي حاجه، انت ما عندكش اختيارات. يبقى 2 اتش على 3 يبقى انا كلامي صح. الكلام ده ينطبق لو بوابه باينه، لو بوابه عدله، بوابه افقيه، بوابه راسيه، الكلام ده ينطبق على الكل. خلاص كده ماشي يا باشمهندس؟ ماشي. على فكره لو البوابه دي افقيه، لو البوابه دي ايه؟ افقيه وجيت تطبق القانون ده، هل هيتطبق؟ ليه؟ سي بي بيساوي اتش سي. هقول لك ليه يا باشمهندس؟ لان اصلا الانيرشيا دي بتاعه المسقط الراسي. الانيرشيا دي بتاعه مين؟ بتاعه المسقط الراسي. فلما تبقى البوابه افقيه المسقط الراسي بتاعها بيساوي صفر. صح كده يا باشمهندس؟ يعني الاتش الراسي بتاع البوابه الافقيه بيساوي كام؟ بيساوي صفر. فالحد ده كله هيطير ويرجع يبقى بيساوي ايه؟ اتش على 2. طب لو البوابه باينه هيدخل معايا ساين سي. هيدخل معايا مين؟ ساين سيتا. هيدخل معايا ساين سيتا اللي هي زاويه ميل البوابه. ماشي كده يا باشمهندس؟ وهيبقى القانون بيساوي ايه يا باشمهندس؟ اتش سي بي يساوي اتش سي بي. يعني ده بتاع البوابه الراسيه. خلاص كده؟ ده بتاع البوابه الراسيه. طب لو بوابه مايله باي زاويه، بوابه مايله باي زاويه، هتلاقي ان الاتش سي بي بتساوي الاتش سي جي زائد ساين تربيع ثيتا على الاتش سي جي فين؟ في الهيد. كده خلاص يا باشمهندس؟ يبقى انا دلوقتي دخلت معايا ساين تربيع ثيتا. طب هو ساين ال 90 بكام؟ ساين الصفر بصفر. يبقى البوابه الافقيه زاويتها مع الميله مع الافقي بصفر، يبقى ساين الصفر بصفر، يبقى انا طيرت الحد ده. خلاص؟ ويبقى باقي مين؟ الاتش سي بي بيساوي الاتش سي جي في حاله البوابه الايه؟ الافقيه. يبقى انا زاويه الميل عندي منين؟ سيتا بايه؟ بصفر. لو السيتا دي 90 بقى بوابه راسيه، يبقى ده بواحد يبقى القانون رجع لاصله. لو السيتا دي بصفر بقى بوابه افقيه، بقى ده بصفر والقانون رجع اتش سي بي بيساوي اتش سي جي. خلاص كده ماشي يا باشمهندسين؟ عايزك كده تبقى ايه؟ فاهم كده قوانين المشارب، يعني دي ميه ماشي؟ تشربها كده وايه وان شاء الله خير. انا عايز شيف شو سين ولا سنتر بي؟ سين ولا سنتر بي؟ انا بس عايز فرق هديك حبه مساحات. خلاص اشكال